فلوسي 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 يا شعبي، فلوسي فلوسي فلوسي. في الفترة الأخيرة واحد الاسم ولا كيدور بزاف في السوشيال ميديا، ورا هذا الاسم كاينه قصة صادمة خلات آلاف المغاربة في صدمة حقيقية. ناس دخلوا بنية يربحوا شوية ديال الفلوس، ولقاو راسهم خاسرين كلشي في ظرف قصير بلا سابق انذار. القضية ما كانتش معزولة وما وقعتش في بلاصة واحدة، راه انتشرت في المغرب كامل، ومست شباب، عائلات، وناس من مختلف الفئات. اللي وقع ما كانش صدفة، ولكن نتيجة مخطط محبوك لعب على الطمع، الثقة والأمل ديال الناس. في هذا الفيديو ما غاديش نهضروا غير على شنو وقع، ولكن غادي نفهموا كيفاش خدام هذا النوع ديال المنصات، علاش كينجحوا في استدراج الناس، والاهم كيفاش نقدروا نحميو راسنا باش ما نكونوش الضحيه الجايه. دابا كيفاش نعرفوا بحال هاد العمليات قبل ما نطيحوا فيها؟ كاين علامات خطر خاص اي واحد يرد ليها البال. من بين هذه العلامات: واحد، فيما تسمع اي وعد بالربح السريع والمضمون، هرب وما تشوفش وراك. جوج، فيما تسمع جيب ناس جداد، هرب وما تشوفش وراك. ثلاثة، فيما تشوف الضغط باش تستثمر بسرعة بلا ما يخليوك تفكر، هرب وما تشوفش وراك. رابعا، غياب أي ترخيص رسمي، هرب وما تشوفش وراك. خامسا، الغموض في طريق الربح، هرب وما تشوفش وراك. إلا شفتي غير علامة واحدة من هادو خاصك توقف وتبعد ما أمكن، لأنك غتكون الفريسة والضحية في آخر المطاف. وبالنسبة للناس اللي كانوا من الضحايا ومنهم بزاف، ما تسكتوش. خاصكم ديروا شكاية، جمعوا الدلائل وتكلموا باش تحذروا الناس الآخرين. السكوت كيساعد النصابة، أما الكلام كينقذ ضحايا جداد. وكتبراو الذمة ديالكم أمام الكل. وفي الأخير خاصنا نكونوا واعيين بواحد الحقيقة مؤلمة وبس مهمة: ما كاينش طريق مختصر للثروة. الربح الحقيقي كيتبنى بالخدمة، بالصبر وبالاستثمار المدروس، ماشي بالوعود الخاوية. اي واحد كيقول لك العكس غالبا باغي يخدعك. اليوم كانت اس ام جي، وغدا ممكن يبان اسم اخر باسلوب اخر. وافضل سلاح عندنا هو الوعي والمعرفة. الا كنا واعيين نقدر نحميو راسنا ونحميو الناس اللي ضايرين بينا. عنده اي سكرينات، اولا تسجيلات صوتية ولا فيديوهات عندهم علاقة بهذا الشركة، يرسلهم لينا في القناة في تيليجرام الخاصة بضحايا هذه الشركة. غنخلي لكم الرابط في أول تعليق وصندوق الوصف. شكرا لكم جميعا. ما تنسوش الاشتراك ودعمنا باللايك وتعليق باش نساهموا جميعا في فضح النصابة والتصدي لهم ما أمكن. السلام عليكم اخواني، معكم نور الدين الصغير منخرط في شركه اس ام جي. دونك بالي في هذا الجروب بلي الناس كاينين ناس جداد، كاينين ناس اللي مازال ما عارفينش النسب كيفاش كتمشى الشركه، شنو هي اس ام جي. دونك حنا في الجروب 16 حنا فريق اكادير، يعني اول فريق اللي كان تكون. درنا اجتماعات اوليه فاش يلاه بدات الشركه في شهر 5، حيت الشركه بدات في شهر 4 في المغرب. هي بدات في 2018 ولكن ما كانتش في المغرب، كانت في مصر والجزائر والدول الاسيويه. دونك الشركه ديال اس ام جي هي ليست مستقله، هي تابعه لشركات ديال الاعلانات. هذوك الشركات هما اللي دايرين كونطرا مع المنتوجات، يعني مع غوتشي، مع زارا، مع لوي فيتون، مع كوكا، ماكدونالد، فهمتي؟ لان ماكدونالد ماشي هي اللي كدير الاشهار راسها، هي ما مساليش لداكشي، هي كتصنع لي برودوي ديالها وكتليفغي لي برودوي، ولكن الاشهار كتمشي عند الناس المختصين اللي هما هاد الشركات ديال الاشهارات. هادوك الشركات ديال الاشهارات هما اللي كيشدوا دوك الاشهارات كيحطوهم في المنصات بحال تيك توك، فيسبوك، اكسيتيرا. دونك هادشي باين. دونك المنصه ديال اس ام جي ليست مستقله، هي تابعه لقانون المنصات، لان كاينين كاين بزاف ديال المنصات منافسه مشابهه بحال تيك توك راه منصه، يوتيوب منصه. اس ام جي ما يمكنش انها دابا كنتحدى شي واحد يدير فيديو ديال يمشي للتيك توك ويدير اللايف ويحل اس ام جي في اللايف، وكنتحداه ما يتسدش ليه هذاك اللايف، لان راه بحال قلتي عدوك في الحرفه واخا. دونك حيت كاين الناس اللي كيتسائلوا تيقول لك علاش ما تشهرش اس ام جي، تمشي تشهر راسها. كيفاش تشهر راسها وهي شركه ديال الاشهارات، هي منصه ديال الاشهارات؟ ما تقدرش انها تشهر راسها لان هي منافسه. فين هادو دوك لي بلاتفورم اللي غادي تشهر فيها راسها؟ راه بحال قلتي ليا جزار يمشي عند جزار يطلب عنده اللحم، ما يمكنش. خوك في الحرفه عدوك، هذاك عدوك. المهم، دونك بالنسبه للنسب، الا دخلتي اي واحد فريق ا كتدي معاه 12%،
دير الحساب 12% فريق ا. شنو فريق ا؟ اللي دخلت انا ديريكت، انا هاد الشخص انا دخلته، ها هو كنسميوه ا، كندي معاه 12%. الا كان في المستوى الاول كندي معاه 26 درهم، في المستوى الثاني 126 درهم، في المستوى الثالث 403 دراهم تقريبا. المهم نتوما ديروا الحساب. ا اللي دخلت انا، ها هو ا انا اللي دخلته 12%. هاد هذا دخل ليا بي اللي هو الطرف الثاني، بي ماشي انا اللي دخلتهم، هادو كيتسموا بي، هادو دخلوا من طرف ا، كندي فيهم 3% من المبلغ.